تخيل كده انك في قلب برلين في ألمانيا الساعة 12 الظهر، لكن الشوارع هادية تماما، المحلات التجارية مقفولة والطريق شبه فاضي. مفيش صوت أي آلة ولا حتى صوت غسالة ملابس الجيران. في ألمانيا يوم الحد مش مجرد أجازة، ده يوم راحة مقدس في القانون والعرف. ايه القصة ورا راحة الحد أو زون تاكس غوا، وازاي يتحول نص ديني لمادة في الدستور الألماني بتغير شكل ألمانيا في يوم وتوقف الشغل فيه؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في فيديو النهاردة. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقول لي رأيك في التعليقات. بداية القصة مش من ألمانيا بس، دي من بداية المسيحية. الألمان بيقدسوا يوم الحد بناء على الوصية الثالثة من الوصايا العشرة في الكتاب المقدس، زي ما يوم الجمعة عيد للمسلمين والسبت هو يوم الراحة اليهودي. اختار المسيحيين الحد يحتفلوا بيه وبيسموه قيامة المسيح. في سنة 321 ميلادي أصدر الإمبراطور الروماني قسطنطين العظيم أول مرسوم خلى الحد يوم راحة رسميا، ومن هنا اتشربت الثقافة الجرمانية التقليد ده واعتبرته وقت للروحانيات والسكينة. بس أجازة يوم الحد مش بتطبق في باقي دول أوروبا زي ما بتطبق في ألمانيا بنفس الالتزام والتشديد عليها والتمسك بيها اللي عند الألمان. والسبب إن الكنيسة والنقابات العمالية والثقافة الشعبية للألمان التلاتة اتفقوا على أهمية الأجازة يوم الحد أو راحة الحد. الكنيسة الألمانية عايزة تحافظ على قدسية يوم الحد الدينية وارتباط الناس بيه، ونقابة العمال عايزة تحافظ على حق العامل في الأجازة وتحميه من الاستغلال. والثقافة الشعبية للألماني إنه بيحب النظام وبيحب حقه في التوازن بين حياته وعيلته وشغله، فده خلاه يهتم براحة الحد. فالتلاتة اتفقوا على راحة الحد. في منتصف القرن التسعتاشر حوالي سنة 1840 كانت ألمانيا بتمر بالثورة الصناعية الكبرى. كان العمال اللي منهم الستات والأطفال بيشتغلوا 14 ساعة يوميا طول أيام الأسبوع، ما كانش فيه يوم أجازة، وكان الحد يوم عمل عادي. فالكنيسة كانت بتشتكي إن محدش بيجي والكنيسة فاضية يوم الحد، والعمال برضو كانوا بيشتكوا من ضغط الشغل من غير ولا يوم أجازة. فاتحالفت الكنيسة مع نقابة العمال على مطلب واحد: رجعوا لنا يوم الحد. وفي سنة 1888 اتولى الإمبراطور فيلهلم الثاني الحكم في ألمانيا، فكان شاب طموح وعايز يظهر بمظهر إمبراطور الشعب عشان يحمي عرشه من خطر الثورات الاشتراكية اللي كانت منتشرة في أوروبا وقتها. في سنة 1890 أصدر قرار اتعرف بمراسيم فبراير، كان هدفه تحسين حياة العمال. ورغم ان مستشار الامبراطور وقتها بسمارك كان معارض القرار وكان شايف ان تعطيل العمل يوم الحد هيضعف الاقتصاد الألماني في منافسة بريطانيا، بس الامبراطور صمم على موقفه. وفي يوم 1 يونيو 1891 صدر التعديل التاريخي على قانون الصناعة الألماني، كان اسمه جيفابة أوردنونج، والقانون ده أثر في أوروبا كلها وقتها. كانت المادة الأولى فيه منع العمل تماما في المصانع والورش أيام الأحد والأعياد الدينية، لحد ما قامت الحرب العالمية الأولى واتفرضت حالة الطوارئ في ألمانيا، فإدت الفرصة للقادة العسكريين يفرضوا العمل في المصانع الحربية 7 أيام في الأسبوع. وبسبب تجنيد الرجالة في الجبهة اضطرت الستات والأول مرة في تاريخ ألمانيا يشتغلوا في أيام الحد في وظائف كانت حكر على الرجالة بس. وفي نص الحرب حصلت أزمة اقتصادية ونقص في الوقود والأكل، فالكنيسة حذرت من إهمال يوم الحد في الدين هو سبب الهزايم والأزمات، لكن الحكومة العسكرية ما سمعتش لكلامها وكملت لحد ما ألمانيا اتهزمت في الحرب العالمية الأولى. وقامت بعدها ثورة على الإمبراطور فيلهلم الثاني وتحولت ألمانيا من النظام الملكي للجمهورية سنة 1918. وأول دستور عملوه دستور جمهورية فايمار، لأول مرة في التاريخ الألماني حطوا حماية يوم الحد أجازة رسمية جوه الدستور نفسه في المادة 139.
عشان ما يبقاش قرار عادي وأي حكومة تلغيه زي ما حصل في الحرب. بس قبل الحرب العالمية التانية الحكومة الألمانية عملوا خطة خبيثة، ما كانوش يقدروا يلغوا قانون يوم الحد في البداية لأنهم كانوا محتاجين دعم وتأييد الكنيسة والعمال ليهم، فعملوا خطة خبيثة سموها جلايش شالتونج، التنسيق أو التوحيد. معناها أنهم حولوا يوم الحد من يوم عائلي ديني ليوم لأنشطة الشباب اللي تخدم الحزب، والأنشطة الشبابية دي تحولت مع الوقت للمسيرات العسكرية والخطابات السياسية، وكان الهدف منها هو سحب الأطفال والشباب بعيد عن الكنايس وعن عائلاتهم في اليوم ده عشان يكون ولائهم للحزب الحاكم بس. ولما الحرب العالمية التانية بدأت واشتدت اتلغت راحة الحد وبقى قانون يوم الحد حبر على ورق. وبعد الحرب وهزيمة ألمانيا وتقسيمها وكل اللي حصل فيها، لما جم يكتبوا دستور جديد في 1949 حطوا نفس مادة قانون يوم الحد مادة أساسية في الدستور في المادة 140 عشان يستعيدوا الأفكار الإنسانية تاني اللي هتوقف ألمانيا على رجلها. والدستور ده هو الدستور الحالي لألمانيا الرسمي لحد النهاردة. والقانون ده بيقول Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. يعني يبقى يوم الأحد وأيام العطلات الرسمية المعترف بها من قبل الدولة محمية قانونا كأيام للراحة من العمل وللارتقاء الروحي. ومن ساعتها وفضلوا محافظين على راحة يوم الحد بعد كل اللي شافوه ومروا بيه، فبقى يوم الحد مناسبة مهمة ومقدسة بالنسبة لهم مهما اتغيرت الحكومات. حتى مدينة برلين عاصمة ألمانيا فكرت تعمل قانون جديد يسمح للمحلات التجارية تفتح يوم الحد في فترة الأسابيع الأربعة أو الأحد الأربعة اللي قبل عيد الميلاد، باعتبار إن ده مكان سياحي وتجاري وده هينعش الاقتصاد أكتر. لكن الكنيسة رفضت ورفعت دعوى قضائية، والمحكمة الدستورية العليا حكمت بإلغاء القرار والالتزام بالدستور في مادة راحة الحد. بس طبعا بيبقى فيه استثناء للحاجات الضرورية والطوارئ زي المستشفيات والإسعاف والشرطة والمطارات ومحطات القطر والمخابز والمطاعم والقهاوي، هي بس اللي بتفتح يوم الحد في ألمانيا. وروتين يوم الحد عند الألماني بيبدأ اليوم يصحى براحته، يجيب من المخبز خبز ألماني اسمه بروتشن وتتجمع العيلة يفطروا مع بعض، بس مش فطار عادي، بس بيبقى قعدة عائلية ممكن تقعد ساعة أو 2. بعدها اللي بيروح منهم للكنيسة الساعة 10 تقريبا، وبعد الغدا بينزلوا يتمشوا شوية في الجناين، بيسموه Der Sonntagsspaziergang، المشي للتنزه يوم الحد. وعلى العصر على الساعة 3 بيقعدوا العيلة أو الأصحاب يشربوا قهوة مع الكيك في البيت أو على القهوة، بيسموه كافيه und Kuchenzeit، وقت القهوة مع الكيك. وبالليل في مسلسل مشهور اسمه تات أوعت، مسرح الجريمة، بيبدأ الساعة 8:15، مسلسل بوليسي اجتماعي وأبطاله فرق تحقيق. بدأ عرضه سنة 1970 ولسه بيتعرض مواسم جديدة لغاية النهاردة، وهو أطول مسلسل درامي مستمر في تاريخ التلفزيون الألماني، والملايين بيتابعوه كل أسبوع في التلفزيون وعلى القهاوي على القناة الأولى الألمانية ARD، ومدة الحلقة بتبقى 1.5 ساعة. وده بيبقى روتين يوم راحة لطيف وسط الأسبوع يوم الحد في ألمانيا، وبيبقى ممنوع فيه تستخدم أي آلة تعمل صوت يبقى مزعج للي حواليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.